صباح الخير، اشتقت لكم ورجعنا بفيديو جديد. معكم ديما هون، اهلا وسهلا فيكم وبكل اللي اشتركوا بالقناة جديد. اليوم الفيديو كتير حلو، ان شاء الله رح نعمل فيه وصفات كتير حلوة نحطها بالبراد. رح اعملكم وصفتين من اطيب الوصفات اللي ممكن تعملوهم، وكمان رح اعلمكم كيف تعملوا الفاهيتا بطعم المطاعم ومن غير اي اضافات تخن. فيلا معي خلينا نبلش هالفيديو الحلو ونشوف شو بدنا نساوي لليوم. بلشت بفنجان القهوة اللي لا غنى عنه، ما بقدر أبدا بلش يومي من غيره. فبلشت أعمل فنجان القهوة. اليوم كان يوم طويل بالنسبة إلي كتير، كان في شوبينج، نزلت عملت شوبينج للبيت. إن شاء الله رح أحط لكم جزء من الشوبينج بالفيديو الجاي بقناتي ديما لايف ستايل. بس قلت لحالي إنه بدي أعمل لكم هذا الفيديو يكون كلياته وصفاته مفيد مشان تقدروا تستفيدوا قد ما فيكم بالشغلات اللي رح نعملها مع بعض. هلا بهذا اليوم كنت كتير حابة اني اعملهم وصفات طيبة، فنزلت جبت الخضرة اللي ناقصتني كلياتها. وبدي لكم انه عن جد بتتروحنوا لما بتنزلوا بتجيبوا غراضكم بايدكم، غير لما حدا بيجيب لك الغرض. القهوة ما شاء الله بلشت تغلي، وعن جد كتير خربانة، لاني طبعا كانت الساعة يمكن 11:30 وانا لساتني ماني شربانة فنجان القهوة. اليوم نزلت وصلت البنات على المدرسة، كان عندهم البنات الكبار اللي بصف 11 عندهم احتفال بنهاية السنة، فطبعا كانوا رح يروحوا متأخرين. فبالتالي اليوم نزلت وصلت البنتين ورجعت على الشوبينج لأنه كان ناقصني كتير أغراض. وطبعا كل ما بجي بدي أعمل الشوبينج بتلاقوا طبعا في شغلات بتكون ناقصة، في شغلات تجيكم بطريقة غلط. يعني من يومين طلبت اوردر من دور داش، هي اول مره كانت بيجيني 3/4 البندوره خربانه. فقلت لا، بدي انزل انا اجيب اغراضي واتقضى الاغراض اللي ناقصتني، مشان عن جد الواحد ما بيقدر انه ينبسط غير بغرضه. سبحان الله. اول شيء بدنا نعمله لليوم هو وصفه الجبنه القريش. هلا كثير منكم رح يقولوا لي انه نحن ما بنحبها، طعمتها كثير بشعه، طعمتها أبشع شيء ممكن ناكله، ما بنحب ناكلها أصلا، لأنه هي دايما بيكتبوها الناس اللي بيعملوا دايت للمرضى بالدايت. فطعمتها كتير بشعة، وشلون أنت أصلا رح تاكليها عن جد الله يعينك. بدي لكم إنه أنتوا كتير غلطانين. إذا عملتوها بالطريقة الصح رح تحبوها كتير. وطبعا نحن ما عنا هون القريش اللي بتنعمل مثل بلادنا، بس أنا مستنية لجيب المنفحة وأعملكم إياها بالبيت، سهلة ما بدها ولا شيء. طبعا أنا فيني أعملها من الخل، يعني فيني أفصل الحليب من الخل، بس طعمة الجبنة ما بتكون طيبة مثل لو عملناها بالمنفحة. فلهيك حبيت أني أعملكم باللي موجودة بالسوق اليوم. هاي أصلا أنا ما انتبهت أنه هي لو فات، يعني أنا ما كنت بدي إياها تكون قليلة الدسم، بدي إياها كنت تكون دسم كامل، لأنه طبعا الدسم الكامل بيشبع أكثر. هي أصلا مليانة بروتين، يعني هي سورس بروتين أو مصدر بروتين كتير عالي. فإذا جبتوا الجبنة القريش وعملتوها بهاي الطريقة، يعني أنا بجزم لكم إنكم كتير رح تحبوها. أنا زوجي كتير صعب بالأكل، ومع ذلك لما داق هاي الوصفة قال لي طعمتها كتير طيبة. قلت له يعني أعملها مرة تانية ولا هي هيك أنت دقتها وما عاد ترجع تاكل؟ وفعليا أخذ قطعة توست أكلها، وبعد شوي رجع لأنه كان عنده كول، رجع أكل منها مرة تانية وقال لي كتير طيبة. فالوصفات اللي بنعملها بالبيت نقدر نضيف عليها الإضافات اللي نحن بنحبها، هي طعمها كتير دلع. فمشان هيك أكيد ما رح تكون طيبة مثل الجبن التانية اللي بيحطوا لكم عليها ملح وبيحطوا لكم عليها هاي القصص. بس نحن بنقدر بشغلات صغيرة ببيتنا نعمل الشغلة طعمتها أطيب، لأنه نحن ما عم نقدمها لأي حدا، نحن عم نقدمها لأولادنا، لزوجنا، لإخواتنا، لأهلنا. يعني هدول أهم ناس عنا بالدنيا، فلازم ندلعهم ونعمل لهم وصفات تكون طيبة وبنفس الوقت تكون كتير مفيدة. وهي الجبنة القريش يعني انتوا بس بعدوها عن الناس اللي بتكرهوهن، لأنه من كتر ما أنا مفيدة عن جد ما طبيعية. بيقولكم لا تردوها غير على العدو، يعني نحن الحمد لله ما عنا أعداء. فعن جد بدي أقولكم إنه طعمتها كتير طيبة، يعني مجرد إنكم تعملوا هالوصفة رح تدمنوها، يعني كتير رح تحبوها. قلتولي هلا يمكن بينكم وبين حالكم يا الله خلص وصلينا للوصفه، هلكتينا وانت عم تقولي لنا انه طيبه. لازم اوصف لكم الطيابه تبع هالوصفه. اول شيء فرمت البقدونس، وبعدين بلشت اني افرم الفليفله. شو ما عندك الوان، يعني انا عندي كان اصفر واخضر، فبلشت اني افرم اخضر واصفر. فيكم في عندكم احمر واخضر، فيكم شو ما عندكم الوان فليفله. عندكم خضره بس تمام، ما بيمشي يعني ما في مشكله، ما في شيء رح يوقف لك الوصفه. لون الفليفله ما رح يوقف لك الوصفه. اعملي اللي موجود عندك واللي بالبيت.
البقدونس اعتقد انه هو متوفر عند الناس كلياتها، موجود بالسوبر ماركات بسهوله كتير، بتقدروا تجيبوه. فانتوا بس بلشوا قطعوا الخضره كتير صغيره، هي سرها، قطعوها كتير ناعمه، مو كتير كتير يعني مثل التبوله، لا يعني انه ناعمه، بحيث انكم لما تيجوا تاكلوا لقمه يطلع معاكم جبنه، ويطلع معاكم البقدونس، ويطلع معاكم البندوره، ويطلع معاكم كل هالشغلات. طبعا رح نحط لها خيار كمان، رح نحط لها بندوره، وبدي اقول لكم انه حتحبوها قلت لكم. ما عم صدق قديش طعمتها صدمتني. يعني انا تخيلت انه يلا الله يستر، حاعمل الوصفه وشوف اذا طيبه وبعدين بقول لهم عليها. بس عن جد لا، كتير طيبه يا جماعه. يعني عن جد نحن اللي كان عم يضحك علينا ويقول لنا جبنه القريش وطعمتها بشعه، وطعمتها ما فيني انا اكلها على الدايت. انا كنت فعليا ما احب الجبنه القريش، بس كنت انزل على مصر كنت اكلها، لانه جبنه القريش الموجوده بمصر مختلفه تماما عن الجبنه القريش اللي نحن بناكلها بالبلاد العربيه على فكره. ما بعرف اذا بيبيعوها هون بنفس الشكل، اذا حدا بيعرف باستراليا انه بيبيعوا جبنه القريش تيوب هيك او كيوب، بيكون هيك يعني ملفوف هيك اسطواني، شكل اسطواني، قولوا لي اذا موجوده. اذا ما موجوده اعملوها بهي الطريقه. انا اول شيء عملته اني انا حطيت الجبنه جوات قماشه ولفيتها، مشان حاول نزل منها قد ما فيني مي. هلا اذا بتقدروا تعملوا هاي الحركه قبل بيوم مثلا بيكون كتير منيح، بس انا بهذا اليوم جبتها وكنت كتير متحمسه اني اجربها، فجبتها وعلى طول عملتها. يعني خليتها هلا نص ساعه مثلا وبعدين عملتها دايركتلي، فنزلت شويه مي. اعتقد اذا نحن حطينا لها شويه ملح جواتها ولفيناها شديناها هيك شده حلوه، بتطلع معنا تمام خلال يومين او 3 ايام، مثل اللبنه يعني من الاخر. بس فحطيت فيها بندوره، خيار، بقدونس، فلفله خضراء، فلفله حمراء، ورح نحط كمان جوز او اي شيء عندك، يعني اي مكسرات موجوده عندك، فول سوداني ممكن، جوز ممكن، يعني لوز ممكن كمان، بس انا بحس انه الجوز بيمشي مع الجبن اكثر بكتير من اي شيء تاني. فهلا رح اترككم لتشوفوا جمال الوصفه، وبعدين رح اقول لكم الاضافات اللي عم حطها كمان مشان تطلع وصفتنا غير. قطع البصل وحط، قسمتهم نصين، قسمتهم على صحنين، لانه في منا بدي احط لها بصل وفي منا ما بدي احط لها بصل. هلا هي مو سلطه الجبنه القريش للثانيه، هلا بقول لكم شو بدنا نعمل. سلطه من السلطات اللي نحن تربينا عليها ونحن صغار، كتير طعمتها طيبه وكتير لذيذه، بس ما بينحط لها خيار، واللي على تبع الجبنه القريش ما بينحط لها بصل. تمام. فانا هلا رح نزل الجوز ورح بلش افرمه كتير ناعم. والجوز طبعا عند صحارى سعره كتير حلو، إذا بدكم تجيبوا جوز يعني ما شاء الله ال 400 جرام أو ال 500 جرام بشي $3.99، وطعمته طيبة، مو بس إنه هو سعره هيك، لا طعمته كتير طيبة. فرح بلش قطع الجوز كتير صغير، وبعدين رح بلش خليط الوصفات. مثل ما قلت لكم هن وصفتين بينعملوا ب5 دقائق، ما رح ياخذوا منك أكثر من هيك وقت. فلا تستكتري شوية وقت على حالك إنك توقفي تعملي وصفتين، رح يعبوا لك ثلاجتك، رح يكونوا من مونات الثلاجة، رح يخلوا أولادك أيمتى ما يفتحوا الثلاجة ياكلوا وصفات صحية. ونحن طبعا عم نحاول بكل ما أوتينا من قوة إنه نحن نوجههم توجيه صح بالأكل، فإنهم ياكلوا الجبنة القريش ومن هن صغار ويعرفوا كيف يعملوها ويستخدموها كمصدر عالي من البروتين. هي شغلة ما في أحلى من هيك. أنت بتكوني شو عم تعودي أولادك على وصفات كتير طيبة، ووصفات كمان رح تخليهم هن كتير مرتاحين. هلأ هون رح نزل الجبنة كلياتها، نتأكد إنها كلها نزلت، وبعدين رح بلش حركها، رح بلش حط عليها بقى التحابيش مثل ما بيقولوا. التحابيش اللي رح نحط عليها هي الشغلات اللي ممكن تمشي مع الجبنة. هلأ شو هي يا ديما؟ رح نحط عليها شوية من النعناع، فيها إذا عندك نعناع فريش لا تقصري، حطي نعناع فريش. إذا ما عندك نعناع فريش
حطي نعناع ناشف، حطي بابريكا، اذا بتحبوا الشطه حطي شطه، اذا بتحبي تضيفي عليها زيتون كمان فيكي تحطي عليها زيتون. بيعطيها الملوحه اللي بدك اياها من غير ما تضيفي ملح. طبعا انا ضفت لها ملح لانه هي دلعه كتير كتير، فبدها كمان شويه زيت زيتون، وزيت زيتون كمان بيعطيها مصدر رائع من الدهون الصحيه. ما بعرف، حسيت بهالفترة الأخيرة إنه أنا اتعلمت كتير شغلات وماني حابة أكنزها. حسيت إنه عن جد عن جد نحن كنا كل أكلنا غلط بالنظام اللي نحن عم نعمله بهاي الفترة. أنا وعائلتي هون كمان حطيت لها شوية توم ناشف، بما إنه هي لا فيها بصل ولا فيها شيء، فالتوم الناشف بيطلع كتير طيب معاها، وزدت لها ملح، ويا سلام على الطعمة. يعني عن جد عن جد شيء غير شكل. هلأ رح أحكي لكم شو كان بدي كمل معاكم، طلعت كتير طيبة عم لكم. هلأ رح أحط لها ملح وبس. هلأ هيك بتكون خلص صارت جاهزة، وبعدين بنبلش نقلبها. وهلأ رح نعمل السلطة الثانية اللي هي سلطة المكدوس. سلطة المكدوس فيها البقدونس. أنا ماني قدرانة أوقف أصلاً لأني كنت كتير كتير جوعانة. كنت جاية بعد يوم طويل من الشوبينج، وكانت الساعة 12 وشوي، وأنا أكل امبارح تقريباً آخر وجبة كانت الساعة 4:30، فكنت فارطة جوع. 19 ساعة صيام، لكم أن تتخيلوا شو الإحساس. حاسة حالي كنت خلص ما بقى في عندي ولا باور ولا شيء. لا، ومشان الحلا يزيد، الترولي اللي كنت عم جرها بالسوبر ماركت كانت عم تحدف شمال. فلما تعبت اغراض البيت صرت عم دفشها كأنه عم بدفش شيء عم يقول لي ما بدي امشي. فكان يعني عن جد يوم فظيع، يوم كتير كتير في شغلات كنت عم بعملها. الحمد لله رب العالمين قضيت على خير. فيخلوني ارجع اكمل لكم اللي كنت بدي اقوله، انه نحن وقت كنا صغار كان دايما المفروض انه نحن ناكل الرز مع الخضره. عادي جدا انه تنعمل البطاطا مع اللحمه مع الصلصه مع السمنه، وهذا مهرجان كربوهيدرات. عادي انه نحن كنا ناكل برغل او ناكل. في ناس كانوا ياكلوا رز باللقمه. يعني انا كنت شوف ناس نعرفهم انه كانوا ياكلوا الاكله العاديه، يخلطوا الرز مع مثلا الطبخه وباللقمه ياكلوها. فتخيلوا كميه الكربوهيدرات اللي كانت عم تدخل على جسمهم، وتخيلوا الانسولين لوين عم يصير. يعني نحن جسمنا بده انت يعني بهاي الوصفات نحن بناكلها بنخلي جسمنا شبعان بالدهون الصحيه من غير انسولين ما يزيد. لما الانسولين بيزيد بجسمنا نحن بنصير عنا شراهه ما طبيعيه بالاكل. فعن جد جربوا انكم تقطعوا الخبز، الرز، السكر، المكرونه والبطاطس، وشوفوا النتيجه. كنا ناكل البطاطا اللي هي الحلوه مشويه. طبعا هذا اكبر غلط، لانه البطاطا لما تتاكل مشويه انت كل كميه السكر اللي فيها اخذتيها. لازم تنسلق سلق ما تنشوى. يعني كتير في شغلات كنا نعملها غلط، وهلأ عم حاول اتعلم شوي شوي وعلم عائلتي، وبحاول لكم المعلومات إذا أنتم حابين إني لكم معلومات أكتر، أو الشغلات اللي أنا استفدتها من هالفترة اللي يمكن ما أنا كتير طويلة، بس عن جد صرت كأني عم بدرس. يعني كل يوم لازم شوف 3-4 فيديوهات عن هاي الشغلة، لأنه نحن ما كنا عارفانين كيف صحة جسمنا، كيف لازم نساعد حالنا إنه نحن نكون بأحسن صحة. لأنه كل ما بنكبر كل شيء يعني بيتعب. فأنت لازم إذا ما اهتميتي بحالك ما حدا بيهتم فيكي. فقد الشيء لا يعطيه. إذا أنت ما قدرتي إنك تعملي كل شيء صح لإلك، ما حدا رح يقدر يمدلك إيده ويعمل لك شيء. هلأ هون بعد ما زبطتهم حطيت شوية خس كتير طبعا لإلي ولزوجي، وبلشت أحط من الجبنة. هي الجبنة بتكفيني يومين، ما رح تكفيني أكتر من هيك، لأنه أنا متأكدة إنه البنات كتير رح يحبوها كمان مثل ما زوجي حبها. ذوقنا كتير قريب بالأكل لبعض. ورح أحط كمان شوية صغيرة من سلطة المكدوس. ويا سلام، طبعا المكدوس ما حطيت له زيت زيتون. سلطة المكدوس رح أرجع عدلكم بدكم تحطوا فيها بصل، بندورة، بقدونة، جوز وفلفلة ألوان وشوية بابريكا. وهيك بيكونوا خلصوا وصفاتنا الطيبين كتير لليوم. وقلت لحالي هيك أعطيكم شوية طاقة مضحكة لليلي كانت عم تركض ورا العصافير بعيونها وهي واقفة. فحبيت هيك اني صور لكم اياها، لانه كتير حسيتها كيوت. كانت واقفه على الشباك، طبعا كانت واقفه على الشباك ما انا عرفانه تنزل، فقررت انها تستقر هون. حبيت ورجيكم اياها لانه كانت كتير كتير لذيذه الصراحه. بعدها رح نروح بقى مشان نعمل الاكله الثانيه اللي هي الطبخه تبع اليوم، وطبخه غير شكل رح تحبوها كتير. قولوا لي بالاول مين بيحب القطط، يكتب لي بالكومنتات.
وهلأ هون عم تحاول كانت تنزل بس ما عم تعرف تنزل. شوف شو عم تعمل. هي جزء من مطمطة الجسم، يعني انه بمطمطوا جسمهم كتير. هي صغيرة كتير بس انا مقربة الكاميرا عليها، حبيت اني رجع لكم الكاميرا تشوفوا انه هي حجمها ما كتير كبير، بس هي كتير عسولة. هلا جينا للوصفة تبع الغدا. وطبعا انا عملتها واكلتها بعد 5 ساعات من الفطور. فوجبة الغدا هي رح تكون فاهيتا، بس فاهيتا رح نحط فيها كل الخضرة اللي رح تخليكي شبعانة لفترة كتير طويلة. ما كان عندي الساور كريم اللي هو الكريمة الحامضة، فعملتها بالبيت. فيكن وانتوا عاملين الدايت تاكلوا كل شي بدكن اياه بس من غير هالكم شغلة اللي قلت لكم عليها. يعني وقفوا الخبز، وقفوا الرز، وقفوا المكرونة، ووقفوا السكر، وخذوا السكر البديل اللي هو إذا أنتم حبيتوا ستيفيا. أنا عن نفسي بستخدم نوعين سكر. النوع الأول هو نوع سكر سبلندا، والنوع الثاني هو سكر اللي هو مونك. هاد كتير كتير منيح وطعمته رائعة. هون بالأول رح بخ شوية من الزيت، ورح أقلكن كمان على اللي حيصير معكم. حتحسوا إذا أنتوا أكلتوا نشويات بعد ما توقفوها إنه كتير كتير حاسين حالكم بدكم تاكلوا مرة تانية. أما لو أكلتوا الأكل اللي هلأ أنا عم بعمله مثل مثلا المشروم، هذا المشروم كتير بروتينه عالي وكتير كتير فوائده كبيرة، وفي ناس بيستخدموه بديل للدجاج. الفيجيتيريان اللي ما بياكلوا أكل أبدا فيه لحوم بيستخدموا المشروم والبانير والتوفو بديل عن الدجاج واللحمة والسمك. فبما انه نحن بدنا ننحف وبدنا نظبط هيك الوزن وبدنا نطلع على الصيف، لانه نحن هلا بالشتاء، فهلا انتوا اكيد انتوا بالصيف بالعالم العربي رح تقولوا لي شو هي اللي نطلع على الصيف ونحن بالصيف؟ نحن بالشتاء هلا. فمشان اطلع على الصيف بجسم حلو، حس حالي اني مرتاحه، حس حالي اني عم باكل صح، وهذا نظام حياه، يعني مو يومين وثلاثه ورح نشيله، لا هذا نظام حياه. ممكن تاكلي شيء هيك من اللي بتشتهيه مرة واحدة بالشهر مثلا، بس مو كل يوم. هلا اللي انا حطيته هون رح اقول لكم عليه، حطيت بصل، حطيت فلفله، حطيت مشروم، وحطيت بابريكا، وحطيت فلفل اسود، وحطيت شويه كزبره وشويه كمون، وكمان حطيت شويه توم فليكس. ومثل ما قلت لكم حطيت الفلفل الالوان وحطيت المشروم والبصل، هدول هن اللي انا حطيتهم. رح اقلبهم كتير منيح، ورح احط لهم كمان شويه صويا صوص. الصويا صوص انا اوريدي حطيتها بس ما انتبهت اني لكم اياها. الصويا صوص تعطيه طعمه غير شكل. هلا حاولوا تستخدموا الصويا صوص اللي ملحها شوي خفيف، مشان ما تحسوا حالكم انه عم تاخذوا ملح زياده. يعني دائما باي دايت انتم بتكونوا عاملينه استخدموا الملح الصخري، لانه احسن وافضل انواع الملح اللي ممكن تحطوها بالاكل، افضل من الملح الثاني اللي نحن بنجيبه. فالملح الصخري هذا من احسن الشغلات اللي ممكن البني ادم يستخدمه، لانه بيضيف لك الملح اللي انت جسمك محتاجه منيح. هلا هون تمت شوي من الصويا صوص مع طعمه الخضره، رح خليهم شوي وبعدين رح بروح اتبل الدجاج. نفس التوابل اللي حطيتها على الخضره هن رح احطهم مره تانية على الدجاج. لازم الاكله تكون كلياتها منكهه بنفس الطعم، ورح نحط لها كمان عصره ليمونه، ورح نحط لها كمان شويه صويا صوص، ورح اقلبها كتير منيح. وبعدين رح نزلها بعد ما احط معلقتين كبار من زيت الزيتون بالمقلايه. وهيك بنكون بلشنا نحضر الخطوه الثانيه. طبعا ملحناه كمان لانه لازم نحط ملح، وحطيت له شويه كمون. الكمون كمان بيعطي طعمه رهيبه. حاولوا كمان انكم تشربوا خلال الدايت اللي انتم عاملينه، اشربوا كمون وليمون من غير سكر. رح تكرعوها كرع، ورح تقلل معاكي الغازات بطريقه ما طبيعيه، ورح تريح لك معدتك، ورح تحاول انه تحرق الدهون قد ما فيكي. مشروب رائع لحرق الدهون هاد. فهلا رح بلش حط الدجاج. انا اوريدي جايبته مقطع تقطيعه شاورما، فهيك صار معي جاهز. ما بده كتير ينتقع بالتبله، لانه اوريدي الصويا صوص بتخلي الدجاج يشرب التبله بسرعه. ما رح تحسوا انكم محتاجين انه تزودوا له وقت. واذا انت ملحوقه وبدك تعملي وصفه تكون طيبه كتير، فهي الوصفه اكيد رح تناسبك. رح نتركه ليفوت بالسوى، وبعدين رح نبلش نضيف عليه الخضرة، وبعدين نروح لنعمل السلطة مع بعض.
هلا وصلنا لفكرة السلطة اللي أنا كتير بحبها. زوجي وبناتي صاروا كتير عم ياكلوا سلطة، وهذا الشيء كتير حلو ومشجع إنه بلشنا نفوت بالمود كلنا. حطيت اليوم بدي أحط عليها كرومب أو الملفوف الأحمر، لأنه في فوائد كمان فظيعة. وكمان الملفوف بينزل الوزن، بيقلل يعني لما بيقولوا لك كلوا ملفوف كتير لأنه الملفوف بيقلل الدهون، اعملوا شوربة الملفوف لأنه الملفوف بيحرق الدهون كتير. فكلوا ملفوف دايما بسلطاتكم إذا بتقدروا. حطوا عليها شوية كمون، بطلوا تحسوا حالكم أبدا أبدا لا معدتكم منفوخة ولا في عندكم غازات. طبعا إذا شربتوا كاس الليمون مع الكمون يا حبذا، هيك أحسن وأحسن بيصير. يعني لونه لحاله بياخد العقل الصراحة. أنا بحبه كتير كتير لهذا الملفوف، لأنه لونه بيخليني أحس إني بدي أكل سلطة، يعني لونه مشجع إنك تاكلي سلطة. رح نحط بندورة كمان، رح أحط بصل عليها، وبعدين رح نتبلها. بدي أحط عليها كمان رشة شيا سيدز، ورح نحط كمان عليها شوية ملح بابريكا وشوية فلفل. كريمة حامضة لهذا اليوم، فقررت اني زود على الطبخة تبعي الكريمة الحامضة اعملها بالبيت. فجبت زبادي من غير ولا نقطة سكر، هو مكتوب عليه زيرو شوجر. جبته وحطيت معلقتين من الكريمة الفريش اللي هي كريمة الطبخ، وبعدين خلطتهم مع بعض وحطيت له شوية ملح، فصار هو صوص اللي مثل الكريمة الحامضة تحديدا. طعمته ما بتفرق ولا شوي عنها، فيك تزيدي له توم، شو ما بتحبي تضيفي. بتطلع طعمتهم كتير طيبة، وهدول الحبوب كمان كتير كتير مفيدين، فضيفوا حبوب للسلطة بتخليكم تحسوا حالكم عم تاكلوا شي جواتها. يعني مثلا مثل كأنكم حاطين جوز، كأنكم حاطين لوز، هيك عرفتوا كيف؟ هلأ هون بدنا نحط شوية خل من الخل الطبيعي اللي دايما بيكون معكر. يعني الخل العادي بيكون مو معكر، بس الخل الطبيعي الأورجانيك بيكون معكر. هلأ لهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. الحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويا ريتكم جيراني. طبعا هذا الخبز أكلوا منه العيلة، بس أنا ما أكلت منه. أنا أكلت فاهيتا مع معلقتين من الزبادي مع سلطة كتير كتير. خلص الفيديو تبعنا لليوم. إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك وتشيروا الفيديو لرفقاتكم وإخواتكم مشان يوصل لكل حدا مهتم بهذا النوع من الفيديوهات. بحبكم كتير كتير. مع السلامة، وبشوفكم فيديو جديد. باي باي.